السلام عليكم، معاكم محمد. النهارده ان شاء الله هوريكم الروتين بتاعي عند الطيور. مبدئيا كده اول ما باجي دي الميه موجوده اهيت، لازم اغيرها اكيد. ببدا كده من عند الوز. انا جايب لهم الطبق الاخضر دوت عشان الوز بيحب يعك كده ويبلبط. هم اساسا لسه كانوا في الطبق، بس اول ما انا فتحت الباب ودخلت طلعوا على طول. شايفين ده الوز يا جماعه اللي عندي. وببدأ اني احط المية الاول الطيور لانهم بيكونوا عطشانين جدا. واول حاجة كده ببدأ بيها البط المسكوفي دوت R41. ما شاء الله حاجة كده محترمة زي ما انتوا شايفين. ربنا يبارك يا رب. بحط لهم كده المية الاول، وببدأ برضه اوزع المية على الطيور الباقية، واحط لهم المية والعلف. ولو في مثلا مكان طيور مثلا بنضفه وكده. يعني الروتين بيكون كده، يعني بيكون يوميا انا بعمل الحاجات دي، ميه واكل، ولو في مكان بنضفه. ودول كده ما شاء الله كنت انا اشتريتهم البط المسكوفي دوت، وان شاء الله ننتج منه. هي سلالة زي ما انتم شايفين كويسة، وحجمها كمان بيشيل اوزان البط المسكوفي. وهنا هحط ميه للفراخ البلدي. دي فراخ انا مربيها للبيض ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. دول بلدي حر ما شاء الله. حطينا لهم اهوت الميه، هم عطشانين هيبداوا ان هم يجروا كلهم على الميه. هجيبهم لكم برضو بصوره اوضح. هم ما شاء الله، ومعاهم الديك بتاعهم. دول يا جماعه لسه ما بضوش، يعني لسه على وش بيض ما شاء الله. هم دول 9 فراريج او 9 برابر معاهم ديك، او 10 تقريبا، 9 او 10. وابدا كده احط لهم الميه والاكل. وبعد كده ببدا برضو احط الباقي الطيور، علشان كل حاجه بتكون جعانه وعطشانه، فببدا احط لها الاكل والميه. هنبدا كده نحط لهم العلف. ثانيه واحده هجيب لهم العلف ونرجع تاني. وكده يا جماعه جبت لهم العلف اهوت زي ما انتم شايفين، جعانين جدا. بيتخانقوا كلهم على الاكل. وهنا انا حطيت علف. ده علف لسه تسمين، بستخدم لهم علف تسمين مش بياض، لانهم لسه ما بضوش. وحطيت معاهم ديك كمان لان كان بينضرب بره، فحطيته معاهم. هو عموما اخوهم، يعني هما كده معاهم ديكين، وبيبداوا ياكلوا كده زي ما انتوا شايفين. الفراخ دي يا جماعه طالعه عندي من الفقاسه، يعني دول انتاج الفقاسه ما شاء الله. وببدأ بعد كده اروح للفراخ الفيومي. دي فراخ فيومي يا جماعة، جايبها كده ومعاهم كذا كتكوت هندي. كان طالع عندي كذا كتكوت هندي وبلد من الفقاسة، وزودت عليهم فراخ فيومي. قلت نعملهم دورة كده زي ما انتوا شايفين. ربنا يبارك اهو. حصل يا جماعة في الفترة الأخيرة تطورات زي ما انتوا شايفين كتيرة عندي في الطيور. في حاجات كانت ماتت وكده، وفي حاجات أنا اشتريتها. يعني إن شاء الله ربنا يعوضنا خير ونرجع اقوى من الاول ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. وبحط لهم كده الاكل. وعندي كمان كتكوتين فيتنامي، بس دول فوق هحط لهم الاكل برضو، وهحطهم برضو في الروتين. هحطهم بس هيكون في الاخر بقى لما اطلع، لما اخلص هنا. شايفين دي كده فراخ فيومي ما شاء الله. كويسة في البيض، وكمان بتشيل اوزان كويسة عن البلدي. واللي وراهم دول فراخ فيتنامي يا جماعة، اللي في الجهة التانية من البوكس. هنوصل لكل حاجة معاكم. دول برضو بحط لهم علف، لكن علف ناعم او وسط، مش الناعم اوي الشعرية، لا علف وسط اللي هو محبب. تسمين برضو مش بياض، لان دول لسه صغيرين خالص. وببدأ برضو احط لهم المية والاكل. وكمان اهم حاجة يا جماعة في الفراخ دي النظافة، علشان يكونوا كويسين ويطلعوا ويشيلوا اوزان. انا حاططهم كده في بوكسة سلك علشان يكونوا نضاف. بنضف تحتهم كل يوم، بكنس تحتهم. وبخلي دايما، انا بحب ان طيوري دايما يكون تحتها نظافة. ودي كده المية.
زي ما انتوا شايفين كده عطشانين هما. وبحط لهم يا جماعة مية وخل في السقاية عشان برضو بس بنسبة بسيطة مش كتير، نسبة بسيطة خالص علشان يطهر معدتهم. شايفين هما زي ما انتوا شايفين كده حاجة ما شاء الله، حاجة محترمة. زي ما قلت لكم معاهم كذا كتكوت هندي وكتكوتين بلدي تقريبا من الفقاسة، يعني ابو عرف احمر اللي في الشمال دوت ده طالع من الفقاسة. ما شاء الله هما زي ما انتوا شايفين. ادعولي بقى ربنا يعوضني في الطيور اللي ماتت، وان شاء الله يكون عندنا انتاج من الطيور من جديد ويكون عندنا طيور كتيرة. ويلا بينا نكمل معاكم الروتين. وبعد كده نيجي للوز الصيني والوز البلدي برضو موجود معاه، يعني في مكان واحد سايبهم انا مع بعض، ونحط لهم الاكل والميه. شايفين الوز بتاعي ما شاء الله كده حاجه ربنا يبارك يا رب. ده وز يا جماعه خليط فرنساوي ووز بلدي، وعندنا كمان الوز الصيني. ان شاء الله ناخد منهم انتاج عالي في الموسم دوت باذن الله. ربنا يبارك. ونحط لهم بقى الميه والاكل. الوز يا جماعه بيعشق الميه، يعني حطوا له ميه وسيبوه كده الوز بيموت في الميه. انا بملى لهم الطبق دوت وبيقعدوا بقى يعوموا ويلعبوا ويعكوا كده الدنيا. الوز يا جماعه بيحب الميه خالص. نحط لهم بقى الميه ونكمل معاكم الروتين بتاعنا. والوز اهوت يا جماعه يجي عشان يشرب ويعك برضو. شايفين العك الحته اللي كلها ميه دي من الوز وكده، من الوز بطبيعته عكاك. شايفين ما شاء الله وز ابيض جميل من قرب برتقاني، حاجه كويسه جدا وشكلهم جميل ما شاء الله. دي سلاله يا جماعه كويسه، لسه ان شاء الله هناخد منها انتاج السنه دي ان شاء الله. ربنا يرزقنا في الموسم دوت باذن الله وناخد منهم احسن انتاج. واللي على اليمين دوت ده وز بلدي عادي. وكده نكون طلعنا للفيتنامي اهمت ما شاء الله. دول انا ببيتهم جوه في كرتونه، ما بحضنهمش يعني من صغرهم، ببيتهم في كرتونه جوه البيت. بحطهم جنب باب البلكونه يعني، وبطلقهم الصبح وبحط لهم اكل وميه. فمن بالليل بقى ما كلوش فجعانين قوي وبيتخانقوا زي ما انتوا شايفين على الاكل. هم دول يا جماعه فيتنامي ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. ومكملين معاكم برضو الروتين. انا يا جماعه بحب الفيتنامي عن الفراخ التانية، بحس شكله كده جميل كده، شكله مختلف وكده. وبحب اصلا الفراخ الشركسي عموما. ويلا بينا نكمل معاكم الجولة الروتين. وبكده ننهي معاكم الفيديو عند الدجاج الوادي. ما شاء الله كده بنحط لهم الاكل زي ما انتوا شايفين. دجاج الوادي يا جماعة طيور جميلة جدا لكن صوتها مزعج جدا. شايفين الصوت عامل ازاي؟ فما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة والسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد.